بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، يقول سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، ذلك 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر المضر الذي بين جمادى وشعبان. قد كان شهر رجب الخير، شهر جهاد ونصر المسلمين والتاريخ الإسلامي حافل بصفحات هذا الشهر، فقد شهد شهر رجب في العهد النبوي أحداثا عظيمة خط المسلمون فيها سطورا مضيئة في صفحات العز والمجد والعلو لهذا الدين ولهذه الأمة العظيمة من خلال جهادها وبطولاتها وتضحياتها. نسأل الله تعالى أن يجعل شهر رجب هذا شهر نصر وتمكين وتحرير وتتبير. ولكن 100 رجب خير ونيف مرت على أمة الخير وكأنها ليست بخير. مسلسل الأحداث الحزينة والدامية مستمر ليل نهار. حرب الإبادة، حرب العالمية على غزة العزة، حرب التجويع، حرب التهجير مستمرة. فلذلك أيها الإخوة الأحباب، أيها الموحدون لله، وحدوا الله، صلوا على رسول الله. فشتان بين رجب اليوم ورجب الأمس، وشتان بين خلافة على منهاج النبوة وقادتها العظام، وبين دويلات ممزقة عميلة موالية لأعدائها يحكمها أقزام ورويبضات، وشتان بين خليفة كعمر الذي حكم فعدل فنام فأمن تحت ظل شجرة لم يشبع قبل أن يشبع جميع فقراء المسلمين، وبين فرعون وهامان وقارون اليوم الذين بطروا بأنعم الله. شتان بين خليفة يقول من خليفة المسلمين هارون الرشيد إلى نكفور كلب الروم: الجواب ما ترى لا ما تسمع. وشتان بين من يشاهد قتل وجرح أكثر من عشرات الآلاف بالبث المباشر. شتان بين خلفائنا وبين أقزام سفهاء عملاء الذين ولا يقين تنصرهم غزة ولا مجيب ولا مغيث. شتان بين المعتصم الذي أشعل حربا عالمية من أجل امرأة قالت ومعتصماه. أيها المسلمون، لقد جرى في شهر رجب أحداث عظيمة خط المسلمون فيها سطورا مضيئة في صفحات تاريخهم من خلال جهادهم وبطولاتهم. نذكر بعضها. في السنة 9 للهجرة وقعت غزوة تبوك، وهي التي نصر الله فيها رسوله بالرعب، وقد فر جيش الروم بعد سماعه بقدوم جيش المسلمين. وفي السنة 9 للهجرة بعث صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى دومة الجندل فهدم صنمهم وأسر ملكهم. وفي السنة 12 للهجرة فتح المسلمون مدينة الأنبار في العراق بعد أن تم لهم فتح الحيرة من في جبهة فارس، وقد حدث هذا النصر بعد معركة اليمامة وفي حروب الردة. وتم فتح مدينة دمشق في السنة 13 للهجرة، ومعركة اليرموك بين المسلمين والروم كذلك في رجب للسنة 15 للهجرة. في عام 92 للهجرة عبر القائد طارق بن زياد البحر الأبيض المتوسط إلى الأندلس وحقق انتصارات عظيمة. في العام 216 للهجرة أيضا فتح القائد المسلم القاضي أسد بن الفرات جزيرة صقلية في البحر المتوسط. كذلك انتصر يوسف بن تاشفين قائد جيوش المرابطين على الفرنجة في معركة الزلاقة في شهر رجب عام 479 للهجرة. وفي 27 رجب من عام 583 للهجرة في ليلة الإسراء والمعراج دخلت الجيوش الإسلامية بقيادة الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى مدينة القدس، وتم تحريرها من الاحتلال الصليبي، وأقيمت صلاة الجمعة بالمسلمين في المسجد الأقصى. أيها المؤمنون، هؤلاء أجدادكم، هذا غيض الفيض لبعض البطولات التي سطرها أبناء أمتنا في شهر رجب، فماذا أنجزنا نحن في عصرنا هذا؟ فهل لحقتم وأكملتم ما بدأه إخوانكم في غزة؟ هل أعدتم لرجب الخير ذلك الخير ولهذه الأمة كرامتها ووحدتها وعزتها كما أرادها الله أن تكون خير أمة أخرجت للناس؟ أيها الإخوة الأحباب، نعم، يقول سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم إنها خير أمة أخرجت للناس، ولكن كيف نعيدها وهي مقصرة في تبليغ دين الله وإقامته وتطبيقه؟ كيف تكون خير أمة أخرجت للناس وهي مكبلة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها وعن أبنائها وعن مقدساتها أمام أعداء الله الذين يسومونها سوء العذاب منذ 100 عام ونيف؟ كيف تكون خير أمة أخرجت للناس وأطفالها يقطعون أشلاء ويذبحون ومجازر حرب إبادة ونساءها تثكل وحرماتها تنتهك ورجالها يذلون ويقتلون؟ كيف تكون خير أمة أخرجت للناس وهي لا تستطيع إدخال شربة ماء ولا مذقة لبن ولا طعام ولا لباس لأهلنا في غزة، وتسكت على حصار قاتل وأسلحة دمار شامل تفتك بها؟ كيف تكون خير أمة أخرجت للناس ونساء المسلمين تسحل في أطهر بقاع الأرض تداس ببساطير أذل خلق الله يهود؟ كيف تكون خير أمة أخرجت للناس ونحن نحكم بهؤلاء الرويبضات الذين ينتظرون نتيجة الحرب كمن يجلس عند الجزار ينتظر حصته من الشاه؟ كيف تكون خير أمة أخرجت للناس ونحن نحكم بهؤلاء العملاء الذين ما فتئوا يجالسون حكام الغرب يتآمرون ويفعلون ما يؤمرون؟ كيف تكون خير أمة أخرجت للناس وهي لا تستطيع دفن شهدائها ومداواة جرحاها وأرضها مستباحة؟ هذه هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هي أمة أحفاد أبي بكر وعمر وصلاح الدين، فكيف نعيد سيرتها الأولى؟ نعم أيها الأحباب، إن الله جعل فيها الخيرية عندما تقوم بواجبات دينها إيمانا واعتقادا فتقود الأمم إلى كل خير، لذلك يجب أن تعود كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سادوا الدنيا، ولا يكون ذلك إلا عندما تتخلص الأمة من أسباب ضعفها ووهنها وفرقتها وتمزقها، عندما تتخلص من حكامها العملاء الذين يسلمون رقاب هذه الأمة لأعدائها الكفار، وعندما تستعيد سلطانها تمتلك قرارها وزمام أمرها، عندما تستعيد بندقيتها فتوجهها الوجه الصحيحة التي ترضي الله وترضي رسوله فتقيم دولتها وتحفظ دينها وشريعتها، ولذلك وتحرر أرضها مقدساتها وتنتصر لأبنائها ونسائها وتحفظ رحماتها. نعم أيها الأحباب، ما أحوجت الأمة لمثل هؤلاء القادة المجاهدين كصلاح الدين وغيرهم، وما أحوج غزة العزة اليوم لهؤلاء القادة الذين يحررونها ولا يخذلونها كما تخذلها الأمة اليوم لتتخلص من خانها وخذلها. نسأل الله تعالى أن يعجل بالفرج لشعبنا وأمتنا، اللهم آمين. اللهم عجل بالفرج للأسرى والمسرى، اللهم آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، بارك الله فيكم.